يا اختي ده بعيد عنك، عامله زي خرطوم المطاف اللي ما فيهوش ميه، وقال عامله نفسها قلب الطفي. لا لما انت بتولعيها نار، دي جلدها عامل زي التعبان بعيد عنك. عامله ايه يا بنت يا فوزيه؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ وبنتك عامله ايه مع جوزها؟ ما بيني وبينك جوازها مجندله بتاعت بنتك دي. عارفه يا بنت، خلي بالك جوزها ده بيحكي لامه كل حاجه. يعني يبقوا طالعين، يروح يستأذن قال من امه، يجيب لها لبس، يروح يستأذن من امه يقول لها اصل انا هجيب لمراتي لبس، اصل يما احنا رايحين يما نتغدى بره. طب يما نروح عند قرايبها يمي. طب يما نروح عند امها يمي. طب والنبي ده كلام يا فوزيه؟ كل حاجه ياخد رأي امه هو قبل ما يعملها ولا ايه؟ طب ما ده مش عيشه طب هي دي عيشه يا بنت ولا احنا كنا عايشينها حتى؟ لا ولا عشناها ولا نحب نعيشها احنا العيشه دي. كل واحد في بيته حر. وبنتك ما بتحكيلكيش ليه؟ هو ماله هو تحكي لك ولا لا؟ يعني ايه يحكم عليها ما تحكيش لامك؟ طب وبنتك تسكت له ليه النبي؟ لا المفروض بنتك ما تسكتلوش، تقول لي دم انا عايز احكي لها. انت مالك انت؟ ما انت بتحكي لامك. لا وامه بتحكم عليه، خلي بالك. لو في حاجه مش عايزاه يعملها بتقول له لا وخلاص الكلام خلص. يا اختي ده بعيد عنك، عامله زي خرطوم المطاف اللي ما فيهوش ميه، وقال عامله نفسها قلب الطفي. لا لما انت بتولعيها نار، دي جلدها عامل زي التعبان بعيد عنك. طب ما انا عارفاها. طب مش انا قلت لك حتى لو جم بس صوابع رجليك ما بلاش تديهم البيت، وانت اللي جريتي. حبي ونلتيه، ما ديها البت متغلبه في البيت. انت ولا حاكمه ولا رابطه انت، وانت قديها انت اياك. لما دي مقعده بناتها كلها جنبها بعد ما اتجوزوا، من كتر ما بتعمل في جواز بناتها مغلباهم بعيد عنك ومشحططاهم. بيني وبينك اي راجل ياخد راي امه في حياته بينه وبين مراته ممكن تحصل يا اختي مشاكل. ما هي امه مش عارفه الصح فين من الغلط، ده هو ومراته يعيشوا يا حبيبتي حياتهم. ما هو معلش برضه يا فوزيه، ما ينفعش الام تتدخل في حياه ابنها بعد ما يتجوز يا اختي. ولا انت مش معايا؟ هتحصل يا اختي مشاكل كتير، وبعد كده ممكن يتطلقوا العيال. كل واحد عارف مصلحه حاله، وربنا يهدي سرهم يا اختي. طب ابقى قولي لي عملت ايه بدل ما اجي انفخ خيلك هنا.